والله أننا ندخل على بيوتهم وندخل عليهم ما نجد ما يتغطون ويتدفئون به من برد الشتاء. ندخل على الأطفال ما يملكون الحليب حتى يرضعون أطفالهم. الطفل الصغير يبكي من شدة الجوع ما يجد حليب حتى يشرب، يبكون بكاء يطلبون كيس خبز، كيس خبز يا أخوان. والله إني أمام أحد البيوت بالخطأ أمشي، يعني رجعت بقدمي فوطأت على كسر خبز يابسة، فدفعني طفل بيديه دفع بقوة. لما التفت وإذا هم قد أخرجوا شيء من الخبز بدأ فيه التعفن في الشمس حتى ينشف ويزول هذا العفن فيأكلوه يابس، ونحن يا أخوان نتقلب بالنعم الليل والنهار. شلون تعمل عمو؟ لا خبز. العالم بطرانة نحكي بالخبز هون. أين العاطفة الإيمانية؟ أين وشيجة الإسلام يا أخوان؟ إخواننا يموتون جوع ونحن نختلف أين سنقضي أوقات السياحة وفي أي بلد أوروبي سنذهب. أولادنا يدخلون المطاعم والسوبر ماركت فيشترون بالمئات، وإخوانكم هناك يموت الواحد منهم جوع. يا أخوان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخي دعنا من هذا كله. ماذا ستقول لما تقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة فيسألك ماذا قدمت لإخوانك؟ ماذا لو تعلق برقبتك يوم القيامة طفل من أطفال سوريا الذين يموتون جوعا، وأن تملك ما تملك من المال ثم لم تقدم لهم ولا ريال، ولا تقدم لهم ما أمرك الله جل وعلا به؟ إذا لم تنفق الآن متى ستنفق؟ وإذا لم تقدم الآن متى ستقدم؟ أليس في قلبك رحمة؟ والله الذي لا إله إلا هو أن الإنسان ليحزن لما يرى قط جائع يصدر الأصوات من الجوع، تجد الناس يتسابقون لإطعامه. إنسان مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله يموت جوعا يا مسلمين، يموت من الجوع يا أمة محمد. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمة 1.5 مليار ما تستطيع أن تطعمه. يا أخوان هذا وقت النفقة، هذا وقت الصدقة، هذا وقت المبادرة، هذا وقت نصرة المسلمين. والله يا أخوان الأمر عظيم، يخشى أن تصيبنا قارعة بخذلاننا لإخواننا المسلمين. يا أحبتي يا أخواني، اللهم عليك بأعداء الملة من النصيرية والرافضة ومن ناصرهم وعاونهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم مخذولون فانصرهم، اللهم إنهم مخذولون فانصرهم، اللهم إنهم مخذولون فانصرهم. اللهم ربنا، اللهم ربنا
انقطع الرجاء إلا بك يا ربنا يا مولانا.